السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهاردة بقى معانا وصفة جميلة من وصفات الفراخ، وهي الفراخ الكريسبي أو الفراخ الكنتاكي. هنعملها بطريقة سهلة خالص وبسيطة، ومش هتاخد مننا وقت. تعالوا كده بقى نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونخش على كده على خطواتنا. معايا 6 أوراق. أنا كنت جايبة 3 فرخات، أخدت منهم الأوراق هشتغل بهم الوصفة ديت، وأخدت منهم الأجنحة بس. مسكت الدبابيس قطعتها، مسكت الورك قطعته النصين، الدبابيس لوحدها والصفحة لوحدها. الصفحة طلعت منها العضمية وخليتها لحم بس. ونزلت كده بالدبابيس، فتحتها كده زي ما انتم شايفين، وانا غسلت عملت لها المحلول ونشفتها تنشيف كويس. زي ما انتم شايفين كده بنشفها من اي سوائل فيها، انا منشفها كويس. وهمسكهم كده زي ما انتم شايفين، احط لهم البهارات بتاعتهم. وهي البهارات عبارة عن معلقة بابريكا، معلقة كركم، معلقة بهارات فراخ، معلقة نص معلقة 7 بهارات. هنحط معلقة مرقة دجاج، نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر. وهقلب، وحطت معلقة بصل كده زي ما انتم شايفين مفروم، فرم ناعم. وهقلب البهارات كده باللبن الحليب زي ما انتم شايفين. حطيت كده حوالي نص الاول، نص لتر الاول. ولو عايز تاني ابقى اديله، لو الكميه ما غطتش هنزل تاني بيه تاني بشويه تاني. هنا كده كان النور قطع عليا، فبدات اكمل استف الفراخ علشان الساعتين اللي بيقطع فيهم النور تكون الفراخ اتبلت معايا. هغطسها كده كويس، ونزلت كده بالكميه كلها، وهسيبها كده الساعتين دول كده مده ساعتين، وارجع لها تاني. رجعت لها تاني اهو بعد الساعتين. وجبت كده معايا كوبايتين من الدقيق، همسكهم كده هنخلهم زي ما انتم شايفين كده عشان يبقى الدقيق هشش معايا. وانزل عليهم ب3 معالق نشا. النشا برضو عشان يبقى الفراخ معايا كريسبي، بتزود لي بتعلي لي ان هي تبقى ناشفه وما تطرش معايا، وتحافظ على قرمشتها. نزلت كده بنص معلقه كركم صغيره. وهنزل برضو كده. طبعا الكركم ده يا جماعه خطوه اختياريه، اللي حابب يحطها، اللي مش حابب يبقى يحطهاش. احنا برضو عشان دي حاجات مقليه، وبيبقى الكركم ده بيقلل من نسبه الفيروسات في اي اكل. ونزلت كده بربع معلقه فلفل اسود تبهيرا بس للدقيق، ونص معلقه ملح، عشان بس يبقى الدقيق معايا الطبقه من بره تبقى متبهره، وتبقى متعادله يعني في الطعم. نزلت كده بالدقيق كده، اخدت الدبوس كده ونزلت بالدقيق غطسته كده، ورجعت كده اديته كده طبقه من السائل بتاع اللي انا كنت السائل او الخليط اللي انا كنت مغطسه فيه. وهرجع تاني ابخره بالدقيق، واركن كده لحد ما اقدح الزيت بتاعي. في التوقيت ده انا كنت مولعه على الزيت. طبعا انا هخلص هقلي على طول، يعني الكميه بتاعتي هقليها على طول بسرعه، مش هركنها وارجع اشتغل بيها تاني. شبعتها كده زي ما انتم شايفين كده. برد، لو انت عايزه تردي تاني، عايزه تعمليها طبقه واحده تعمليها، عايزه تعمليها طبقتين تعمليها. لو عايزه طبقه اسمك ممكن ترجعيها تاني للمره التالتة وتديها طبقه التالتة. لكن هي كده معقوله وفي حدود المعقول برضو. انا عن نفسي بحبها طبقه واحده بس، ولادي بيحبوا الطبقه الكفر الخارجي ده، بيحبوا ان هو يبقى يعني بيبقى تخين شويه. هم الاطفال كلهم كده، واحنا طبعا كده كده في الاول في الاخر بنمشي على هواهم. طبعا يا جماعة ان الناس اللي هم مثلا الكبار كده ما بيحبوش الاكلات دي، بس احنا عشان الاطفال لازم يعني هم اللي بيحبوا الاكلات دي، وبدل ما بيفرضوا علينا مثلا ناكلها لهم بره، لا احنا كده الحمد لله كده بنقدر ناكلها لهم من البيت بنظافتنا احنا وبطريقتنا احنا. هنا كده كانت الفراخ بدأت تستوي معايا. انا نزلتها على نار عالية، وبعد 3 دقايق كده اول ما بدأت تستوي كده وتخش في السوا، بدأت تغلي وتعلى. هديت عليها القلاية. طبعا انت هي هتقليها في قلاية، هتقليها في طاسة لازم يبقى زيتها غزير. الفراخ دي بتحب الزيت الكتير، هي والسمك والاكلات اللي وزي البانيه بيحبوا الزيت الكتير. لو زيتهم مش كتير مش هتديك نتيجة كويسة. هو الزيت اللي بيديك النتيجة الكويسة ديت، وبيديك اللون الحلو ده، وبيخليها لك تطلع برضو نافشة كده وكريسبي وجميلة كده زي ما انتم شايفين. هنزل بقى تاني اهوت ببقية الكمية.
وزي ما انتوا شايفين طلع معايا اللهم بارك، مداني شكل جميل من بره جدا، وشكل متعرج كده جميل، وطلع لي كريسبي ناشفه جدا. يعني بصوا يا جماعه، حاجه كده جميله والله العظيم اللهم بارك. الفراخ ظابطه معايا الحمد لله على الاخر، سواء طعم سواء قل. في الوقت ده خلاص كانت الفراخ خلصت معايا. جيت كده هعمل بقى الرز البسمتي، هعمله بطريقه بسيطه كده ومش فيهاش غلبه كتير. برضو في نفس الوقت تتمشى برضو مع ايه، مع الفراخ بتاعتي. نزلت كده بمعلقه سمنه، ونزلت كده ببصلايه مفرومه، ونزلت كده بالليمونه لومي الاول في السمنه. اول ما طلعت الريحه بتاعتها هي ورق اللورة والحبهان والقرنفل، نزلت عليها بالبصل. وبعد ما البصل خد اول اللون الذهبي، نزلت عليه كده بطماطميه مبشوره. ما كانش معايا في الوقت ده معلقه صلصه عشان احطها، هو بس الطماطميه المبشوره حطينا عشان تدينا تسكيره بس. ونزلت كده بالبهارات بتاعتي اللي هي بهارات الرز البرياني. ونزلت كده بالفلفل الاسود مع نص معلقه كزبره ناشفه، وهنزل بالملح. هي بهاراته مش كتيره. وممكن برضو لو انت عايزه، يعني هي بهارات الرز البرياني اصلا بتغني عن كل ده، بس احنا كده بنحطها تاكيدا. نحط، عايزه تحطي مرقه دجاج حطي مرقه دجاج برضو، هتزود ادعلك التيست. ونزلت كده بالرز معايا كوبايتين من الرز، نزلت بيهم اهمت. وما كنتش نقع الرز، فحطيت لهم حوالي 3 كوبايات ميه. ده رز الهندي طويل الحبه. معايا كده طاسه على النار، هنعمل بقى التوميه الكدابه، او التوميه اللي هي من غير مايونيز. نزلت كده بكوبايه لبن، كوبايه ميه، هعملها من غير لبن ومن غير مايونيز. ونزلت بثلاث معالق نشا زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بهم على النار لحد ما يبداوا يكتلوا معايا ويلفوا كده، تاني معاهم لحد ما يستووا تاخد اللون الشفاف. وبعدين اطفي عليها اللون الشفاف. اول ما ما النشا يوصل معايا للون الشفاف، هطفي عليها على طول، وهي كانت ماسكه كلها في بعضها واتخلعت، وهتبقى قطعه واحده كلها. بعد ما تنزل من على النار اول ما هتلفيها هتاخد معاكي تكتيله واحده وقطعه واحده. هي هنا في الوقت ده كده بتتقل قوي كده وبتبقى صعبه. جبت الزباديوله كده وبلمها في بعضها كده زي ما انتم شايفين، بتلم معايا بمنتهى السهوله. نزلت عليها بيها كده في بوله، او ممكن تحطها في شفشق اللي هو بتاع الهاند بلندر. ما كانش عندي زبادي، حطيت كده معلقتين 3 كده لبن رايب، كنت مروه لبن. وكان باقي مني نص كوبايه لبن حليب، نزلت بقى برضو. المتوفر مني عندك من الاتنين حطيه، يعني دي تمشي ودي تمشي، زبادي لوحده يمشي، لبن رايب يمشي، حليب يمشي. ونزلت كده بنص فنجان زيت، وحطيت كده نص فنجان برضو خل، واربع فصوص توم. ونزلت كده بنص معلقه ملح صغيره خالص، اصغر معلقه عندك اللي هي بتحطي بيها الشاي. ونزلت بمعلقه سكر. بس هي دي كل بهاراتي للتوميه الكدابه بس. هتاخدي بقى احلى توميه في الدنيا، التوميه السوري دي على اصولها، على اصولها. انا عاملاها برضو في الفيديو اللي قبل كده اللي هو بتاع سندوتشات الشاورما، برضو بكل تفصيلة كده. وهدنا اضرب بها في بالهاند بلندر. هتاخد منك وقت شويه في الضرب لحد ما تديك الهشاشه اللي انت شايفاه ده. هتبقى هشه معاكي كده وكريمي وجميله جدا، طعمها مش هتشبع منه. إيه، جنب اي اكل بتاكليها، جنب اي حاجه بتحطيها، هتمشي معاكي في كل الاكلات. كل الاكلات اللي هي يعني ايه، بتبقى محتاجه انك تحنطي جنبها بتوميه او بكاتشب. اهي شايفين، شايفين الجمال. والله يا جماعه انا بقالي فتره ما عندي مايونيز، فكنت عايزه اعمل الطوميه، فقلت بقى اجرب الفكره دي كده واشوف. فجربتها طلع فعلا طعم الطوميه بالظبط. قلت زي ما في طحينه كدابه، قلنا نشوف نعمل الطوميه الكدابه. واي، ومن ساعتها بقى واحنا شغالين كده بالطريقه دي. ما عادتش بتوقفنا بقى الطوميه مع المايونيز، ما عادش بيوقفنا. زي ما انتم شايفين كده الرز اهو معايا كان استوى اهوت. إيه في اللي على الكوبايتين يا جماعه بيحطوا لي كميه يا نهار ابيض اللهم بارك. هلم بقى الليمون الناشف واللورة والحاجات دي كلها علشان خاطر ايه ما تضايقناش في الاكل. هلمها كده على جنب. وبعدين كده ايه اجهز بقى اغرف الحاجه، وارصها بقى لاولادي كده بقى اللي كانوا عايزين نخرجهم، هم خدوا الاجازه بقى وفضيولي. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا بقى ما تستخسروش فيا، الله يا جماعه، الله يك مش خساره فيا والله. يعني بصوا يعني شجعوني شجعوني. حتى لو الوصفه ما عجبتكوش يا جماعه حطوا لي اللايك، وما عجبتكوش برضو لو عجبتكم بقى حطوا لي الديسلايك.
نزلت الرز كده زي ما انتم شايفين، والله العظيم حبة رز عسل عسل، قمر قمر قمر. كنت عايزة اعمله ملون وبعدين قلت لا، خلي الملون ده في حركات تانية، في حاجات تانية. وهبدأ كده ارصلهم كده عشان خاطر ايه، اجمعهم على صينية واحدة. ما هو خلاص بقى، ما هم قعدوا لي بقى الاجازة بقى وبيربوني بقى من اول وجديد. انا هنا كده برص القطعة اللي هي من غير عظم فوق الوش، اللي هي من غير عظم خالص. والدبابيس بحطها على جنب كده، والاجنحة بحطها على جنب لوحدها. وهنا بقى كنت قايله لهم شويه بطاطس بس اغمقهم من شويه، لان البطاطس تقريبا نوعها مش كويس، فاغمقت معايا شويه كده. اول مره اجيب البطاطس السنه دي وتطلع معايا كده، واخده كده مسكعه شويه، حاساها مسكعه مش ناشفه كده، واخده اللون الذهبي. مع اني واخداها سلقه الاول والله العظيم. بس هعمل ايه بقى يا جماعه، سامحوني في دي. كنتش عايزه اعرضها، بس انا كنت قلت ايه، عايزه افرش الصينيه كده زي ما انا وريكم كده وهي صينيه كده بتجمع الحبايب. وريكم هنا السوا من جوه. هنا بصوا، هو الكركم بس مقصر شويه، لكن الدبابيس كانت من جوه والله العظيم بيضه قشطه وما شاء الله، والسوا وصلها كويس قوي. وجميله جميله جميله وطعمها قمر. عايزه اقول لكم بصوا يا جماعه، الاكله دي انا ماليش فيها قوي، بس اعمل ايه بقى، مضروبه على امري وبس، هي طعمها جميل. بس انا من طبعا يعني مش بحب المقليات قوي، بخاف برضو على نفسي وصحيا كل حاجة، وبخاف على ولادي برضو في نفس الوقت. بس اهو اعمل ايه بقى، أهو بدل ما نقعد بقى يقول له بابا نيجي هات لنا من بره، ماما هات لنا مش عارفه ايه، وبابا هات لنا ايه. فانا بأثر على نفسي وبعمل انا من البيت وخلاص. وهنا كنت مجهزه برضو الكاتشب وشويه سلطه كده.